هو المفروض مين ياخد راتب اعلى؟ لاعب كوره، ولا واحد بيعمل فيديوهات على السوشيال ميديا، ولا دكتور جراح بينقذ حياه الناس؟ هتقول لي اكيد الجراح، علشان ده واحد بينقذ ارواح الناس وكمان بيدي قيمه للمجتمع. بس ليه ده بقى ما بيحصلش في وقتنا الحالي وبنشوف ان الممثلين ولاعيبه الكوره ومنشئين المحتوى بياخدوا مرتب اعلى بكتير من الدكتور؟ خليني اقول لك ان الامور مش بتتحسب كده، علشان اقتصاديا مفيش حاجه اسمها القيمه المطلقه، انما في حاجه اسمها القيمه الحديه في قانون العرض والطلب. يعني ايه دي؟ بمنتهى البساطه يعني السوق مستعد يدفع كام قابل الخدمه اللي انت بتقدمها، وبيدخل له كام بعد ما بتقدم له الخدمه دي. فمثلا الدكتور الجراح قيمته المطلقه او على المستوى الانساني لا تقدر بثمن، بس هو بيكسب المستشفى كام في الاخر. علشان كده بنلاقي ان النتيجه مرتب ثابت وعدد الدكاتره بيزيد في نفس الوقت اللي لاعيبه الكوره بتاخد فيه ملايين حرفيا، مع ان دورهم هو دور ترفيهي مش اكتر، بس بيقدر انه يجيب للنادي بتاعه مليارات حرفيا، سواء من اعلانات او مشاهدات او تذاكر او تيشيرتات او غيره، وبالتالي بيدخل دخل اعلى للنادي بتاعه. ده غير الشركات اللي بتدفع فلوس للنادي اصلا عشان اللاعب ده، هي كمان بتكسب مليارات. ولو هناخد لاعب على سبيل المثال هيبقى كريستيانو رونالدو، وعندك مثلا مستر بيست اكبر يوتيوبر وصانع محتوى في العالم كله، وبيقدر انه يدخل اكتر من 85 مليون دولار في السنه الواحده، في نفس الوقت اللي الدكتور الجامعي دخله ما بيتعداش 180 الف جنيه مصري. فهل ده معناه ان مستر بيست او كريستيانو رونالدو افضل من دكتور جامعي او دكتور جراح زي دكتور مجدي يعقوب؟ اكيد لا، بس السوق يا صاحبي بيهتم بالنظره مش بالضروره، وده قانون العرض والطلب. عشان كده في فرق بين اهميه اللي انت بتعمله وقيمه اللي بتكسب. انا امير اشرف، سلام.